رجلكم. فكوا يديكم، راه الناس قربوا يوصلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلقونا خلاص، رحنا معطلين. اش كاين؟ اش هاد المصيبه؟ برافو الله هالو من لا حمل كذا هاي في بالك اسمعي ليش متوعني الله يستيشني المعجر طرف من بايت حرف واشنو دابا انت غتبقاي جالسه مربعه يديك؟ واش بيدي ما ندير الحاج؟ راه الثالث هذا راه الراجل الثالث في مده شهرين، حتى كنقراو الفاتحه ونقولوا يا من نسيروا بحماه وعاود كيدير فت ما كنعاودش نشوفوه، بحال تقول كيخطفوا جدود سيدنا سليمان. الله ينجينا ونجي سيدنا محمد. ايوا يا الحاج الله يجعلها دير الطن فراس من لا يفطن. ايوا الكلمه ديال الرجال راه حنا دوزناها، وعلى حسب العرف ديالي كيبان لي بانه ماشي ديال الملاك. الثالث في الرجال با اللي كيتخلى عليا، شنو باش يقولوا الناس؟ امنيتي ما عندهم ما يقولوا. ايوا يا الحاج اللي بغى سعدو يبيض كيدير له الحنه والبياض. انا ما عندي سعد. شكان؟ افتح اسحاق افتح، هذا الحاج. إلا حاج في الحجاج انا كنعرف بالشايف. هذا الحاج ديال القاعة السمن والخليع، الطلعة الكبيرة. مرحبا، جيد سيد الحاج. وخاتا أدوناي ما تعجبش يا سيد الحاج وما تجيني شي عجوبة ياك؟ البنت ديالك غجيولة لعلة ديال الغجلان
ورده مفتحه، الحلق اللي عطاها ربي احلى من العسل. سمعت هذاك النهار كتقرا البويجي د الغنى، قلت يا سبحان الخلاق. وكتنظموا بوحدها، راسها تبارك الله خفيف وعقلها مطوع على القرايه، ولكن الزواج بني تفعل التيامونط ديالك ديما يتسماو ما يخليوهاش شي ترانكيل. سمينا الله وتحرزنا به. اشنو المعمول يا اسحاق؟ شنو المعمول؟ لازم نبدلو الشعر ونفسخو الملازم ويتفتخ، ودي ساكنها لازم يتفرق منها بسلام، وترومون كلشي العرشان ماشي اللي يعطوها بالطار. لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن شنو المعمول؟ شنو المعمول يا اسحاق؟ اسحاق ماشي يقوم بالشغل ديالو، ماشي نجايب كلشي ماشي نجايبو بالحقها. لازم تجيب ليا قرب عندي وبشي بيشا. بشي بيشا؟ بشي بيشا. واخا كل شيء غادي يوصلك، ولكن من بعد يا اسحاق، من بعد. بو على شي المسلم ما عملش الثقه في اسحاق ماشي يقوم بالشغال كلها، ماشي صايب كل شيء. بربي الياهو اسحاق ماشي توب كل شيء. هاني مشيت. فكرتيني، الله يتبدنا على الشهاده. لالا كلثوم راه قالت لك لا بد ما دوز عندها باش تسوس لها الفرش. كلها ماشي يكونوا بحال الشتات. وشي لالا كلثوم تخلي لي التب المهرج والنقره والشياطه ديال الشوفه ود الحرير والطنشيط مشيت بها مشي حتى رقم. غير فك لي بنتي يا قوت من هذه المصيبه اللي صابتها، وما يكون غير خاطرك اسحاق. يا سيدي الحاج مفكوكه الكلمه ديال اسحاق، كلشي ماشي تسايب. اسحاق ماشي سايب الشغل كله، اطوال عمري ماشي سايب كلشي، اطوال عمري. وابو علم عندي باباك يا اسحاق، الزهر والشويطي جاو تيتقوا عليك الباب. ماشي الهضور والاجتماعات هما اللي غادي يخرجوا المعمر من بلادنا. الفرنسيس ما يفكنا معاهم من غير القوه، لازم نحاربوهم، وباش نحاربوهم خصنا السلاح. فهمت سيادنا؟ تماما. السي المختار عنده الحق. نعم خصنا السلاح، محتاجين السلاح باش نحاربوه. سيادنا هاد الهضره راه حنا قلناها في الاجتماعات الفايزه. راونا الا كاين شي صح. كيفاش صح؟ واش انا كنقول لك خصنا نحاربوهم انت كتقول لي الصح؟ شنو الهضره؟ شنو عندك؟ من فضلكم شويه ديال الهدوء، خليو الحاج جعفر يتكلم. السلاح ساهل نحصلوا عليه، هذه ماشي مشكله. المشكله كيف سبق قلت لكم هي فين يمكننا نخبعوه. عطا الله فين يمكن له يتخبع. انا يمكن لي نعت لكم 100 و1000 محل. لا الاخوان لا، خصنا محل مامون بعيد على عيون المقدمين والخونه، محل اللي يمكننا ندخلوا له ونخرجوا منه بلا ما يشك فينا حتى واحد. الاخوان الحاج جعفر قال الكلام اللي لازم يتقال. ضروري نفكروا في شي مكان مأمن. وانا عندي الحل. هذه قلوشه بالطين عمرها بالخليل، ميدان ومصوب على حقه وطريقه. هذا نوع كاين مكبر منه وكاين مصغر، كاين الطناجي وكاين الخوابي وكاين الزيوره. اصبر واش مرادك تلقي لنا الدرس في تعطيات ولا شنو؟ اختصر وقول لنا لين باغي توصل. اللي مرادي نوصل ليه هو سالت ندينا بالطول وبلان كلي ربي. ما كاينش نجيب الخبار كشواشه واش تتوجد العشرة من دروك ولا شنو؟
هاد الطريقه ندوزو السلاح اللي بغينا في امان الله واحد باه. والمحل فاش خدام انا صح لنا هاد الغرض. حتى واحد ما غادي يشك. مزيان ان حتى شي حد ما يقدر يزعم يشمرك مامو ويدخل يدو في يداه. حاج جعفر نظري السالي خلينا الحل. ومستعد نقوم بالواجب. شكرا على الحماسة السي علي. إنما جاوبني، فين حانوت تخدم؟ تعرف فين كنخدم؟ الحاضرين كلهم ما عارفين. ولو ترى غتقول لنا فين؟ حانوت الحاج تهامي عمك. والحاج التامي على عين بهذا الاقتراح اللي اقترحتي علينا؟ لا، وفي نظريتي حسن ما يعرفش. هذا هو بيت القصيد، هذا هو التصرف السبياني بعينيه. بحال هاد التصرف ما يمكن له الا يسيء لقضيتنا. التصرفات بحال هادي يمكن تعرض حياة ناس للخطر، ناس ما استشرنا معهم بخدينا رأيهم. اسمعوا سيادنا، الاندفاع وحب الظهور عاقبته من دمه. هذا شاب ومازال قدامه الشيء الكثير اللي لازم يتعلمه. وهذا تصرف سبياني آخر. سيادنا السلام عليكم. اش بيك؟ مالك ضربها مسكوينه؟ ياك ما تلف عليك الغنى؟ من البارح من قارك ما تفارق مع خوه. عصفور النيل عندك شكون مريض، واياك تمشي تعملها. راه الوناسه اللي خاصها الحاج ياك كنكسر الدنيا بالغنى. هاد الايامات ما بقاش كيغني، حاس مسكين بالوحدانيه. هادي راه مفهومه باينه حتى اللعمه. هاك لبس عليك. بسم الله. الحاج نعم. بحال الامانه صافي كلشي هنا. كلشي تما. ايوا خير البر عاجله. انا دابا غادي ندوز عند اسحاق ومن تما ان شاء الله غادي نمشي للحانوت. الله يهنيك هاد الساعه. الله يهنيك الحاجه. نعم. الله يخليك لا تنساش تقولي العويشه تدخل عصفور النيل من البرد لا يمشي تسلط عليه الرواح. الله يسهل عليك يا الحاج. يا ربي يا ربي. عويشه غتعرف تقابلو وتهلا فيه. والمجاري لا 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 صيا والبر والمجاري لا 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 وين نروح سامح يا عين وين نروح صبري لله. يا قوت صافي مشى لعندي اسحاق. خلاص طيرتيها مني. شنو كاين؟ غادي يجيب ربي التيسير ما فيهاش كياك. غيكون يا هانيه اسحاق شغلو قاضي ناضي والناس كيجيو عندهم كل بلاد. عصفور النيل سامع ولا لا؟ غادي بجهد الله غادي يتقضى. حتى هي نمشي نجبر نقرا فين يغدر نحاسب. سمعتي شي؟ شتي فالك شحال زوين؟ وشنو بغيتي؟ قولي لي وليدي. هاكي هذا عطيه لولد عمي. صافي هي اللي تعرف وين نروح سامح يا عين وين نروح صبري لله. على ما كيظهر ليا بحالك بحال هذاك الشاب اللي تلاويتي انت وياه البارح في الاجتماع. واش جاب شي لشي؟ دابا انت مشبهني بواحد ما بيني وبينو حتى شبه. انا مولاي احمد الا مشيت تعمل شي حاجه ما كنعملهاش لغرض شخصي، والحياه بلا مغامره ما عندها مذاق. ثق بيا مولاي احمد، راه اللي في قفيفه يساوي ثمنه. ولكن اسمح لي يا مولاي ادريس، السبب الحقيقي شنو هو؟ تساعد واحد الانسان مره معقوله، زوج المرات ما كاين باس، ولكن كتر القضيه ضروري يكون لها تفسير اخر. نتكلم. اذا داكشي اللي قلت مع راسي هو اللي كاين. واش قلتي لهذاك الراس؟
وقعنا في شرك الغرام والموقع جميل. قول لي يا مولاي ادريس، تكلمتي معاه ولا مازال؟ اش بقيتي ولا مالك؟ ضروري تصارحه. الجرام ديال العقل ما تكسبوش. وإلا كانت كيف وصفتيها ليا ما تكون سيدي حقق في هاد الكمالة، حق فيها مزيان وقول لي واش وحده بحال بنت عمي غتشوف فيا حتى الشوفان؟ وهذا التقليد اللي حامل على كتافي. شوف هي ما نكذب على نفسي ونوهمها انني بحالي بحال جميع بقيه خلق الله. وساعة نشوف خيرها مرسوم على الحيوط تنفيق من الحلم ونرجع للواقع. شنو كتبكي؟ مولاي ادريس ابدا، ما دمت قادر نتحكم في نفسي عمرك ما تشوفني باكي. القبح ما كيواتي يبكى، الرقة والصفاء حرام نقارنوهم بالقبح والصلابة. مولاي ادريس تكلم معاه في الموضوع وانا نضمن لك انك ما غاديش تندم. قيس في ايامه غادي تعشقني ليلة، ولا قيصر الروم كيلوباترا غتموت على ودي. مولاي ادريس الشجاعة والعقل اللي عطاك الله ما عطاهم لحد من غيرك. فيك الشيء الكثير ما يعجب النساء. انا كنلاحظ ملي كنكونوا ماشيين انا وياك في الطريق شحال من وحده كتبقى متبعاك بعينيها. ايه باش من بعد تضحك في ظهري. لا مولاي احمد لا، غادي نكون ظالم نفسي الا مشيت كشفت ليها سري. مولاي ادريس اش داك الشيء حناك؟ واحد المراه بغات مولاي ادريس. عويشه ياك لاباس؟ هي قلت مالها وقعت لها شي حاجه؟ بسم الله عليك، تا شي موقع غير هني راسك. ياقوت باغا تشوفك بلا ما يسق حتى الخبر، باش تدوي معاك على شي مسائل في قلبها لازم تخبرك بها. فين باغا تشوفني؟ هنا الطفل المغرب غادي يجي عندك لهنا، هاك هذا راه قراط. مولاي احمد مولاي احمد مولاي احمد خويا مولاي احمد مولاي احمد اش كاين مولاي ادريس؟ مولاي احمد خويا ما يمكنلكش تصور اخويا، انا حاس تنبتوا لي الجناوح، انا حاس براسي قادر اخويا، قادر نطير، انا قادر اخويا مولاي احمد، قادر. الياقوت باغا تشوفني، باغا تلقى بيا الراس في الراس. واش كتعرف شنو هي الراس في الراس؟ ها؟ وفين باغا تشوفني؟ هنا طاح الريال او لعبوا عليه، او هنا طاح الريال او لعبوا عليه، او هنا. واش انا فايق ولا تنحلم؟ مولاي احمد بغيت الحاضر يقول الغيب والقريب يبلغ البعيد، والناس كلها تعرف والعالم كله يشاركني هذه الفرحه ديالي. مولاي ادريس ياقوت عمرها ما غتلقى راجل كيبغيها قد ما كتبغيها انت. مولاي احمد انا الان قادر نمد يدي ناخذ القمر. قمر في ليلة 14 سبحان اللي خلقها ونشاها، سلتك لله يا حمامة فوق السور، جنحك مكسور ركزتي ما بيا، وانتي تبكي على جنحك، تبكي على جنحك. يقولوا معايا البنات، وانتي تبكي على جنحك، تبكي على جنحك، وانا نبكي على حبيبي. لا اصلع من بالي. ايوا صغيرتوا البنات،
كان عندي السعد نتزوج بيه، غير باش نبدا نصبح ونمسي على الزين. الله يعطيك الصحة لاله خيتي، ما عنديش ما نقول، صحتك وراحتك الحبيبة ديالي. ياك عويشة؟ زالع مويتك غير انت، اللهم صلي على النبي. حتى ماشي نعملوا لك الشوار من داكشي ان شاء الله. ايوا الزرع عنده كيالو والقهوه يجيب الله اللي يشربها. والله دابا كنسان اجي نصوب مع راسك، اجي هنا ديك الدجاجه المنتوف يطلق بك ان شاء الله. خلاص عويشة، نزيد داك الشربيه في موضعو وسير قبل يشغل. سامني انت لا؟ هو اللي بدا مع حديثه ما كلمته. يلا يلا عويشة معايا نبدل عليا يلا. عويشه دير ان شاء الله. يلا ادخل كفر هاتي تجلس. قول لي انت هذاك المخليه باقي غتسافر لمراكش؟ هاي الا ما بقيتش مسافر لمراكش. قال لك باش يمشي لمراكش. الماء والشطابه حرنت هنا ومسالتو. قالوا سيادنا الوالد اللي ما عرفك خسرك. انا ما تنعش غير الناس تحيد بالك بالقبه والتكبيره حاشاك. ولا تيتقال لي الماء والشطابه ملي السالي يدوز عند المعلم بوبكر ماشي يعطيك دوك جوج اللبسات علاش موصيه. ولا عليك الا كلتو غير نوصل لمراكش نزور 7 رجال ونطلب ربي يرزقك بشي وليدات كره تفرحي بيهم. الله يقطع عليك اللسان يا قليل الحياه، تمشي ان شاء الله ما ترجع. حكرهم سماوك الدجاجه المنتوفه، حتى كنتي دجاجه منتوفه نيت. ايوا تنقبك حتى انتينا ان شاء الله. الله يعطيك المسخ. الا كلتو والله تمشي لمراكش. تمشي ان شاء الله ما ترجع. نتفكر حيث الحدو او ليلى، نتفكر حيث الحدو او ليلى. غرو الغيطة غرو الغيطة فين الشبال ينادي او ليلى، فين الشبال ينادي او ليلى. عشق فيك انتي عشق فيك انتي، الاخبار والعشق ينادي او ليلى، الاخبار والعشق ينادي. راس ولا درس هلا بخير. اهلا مولاي ادريس. شرف لي يقوت، على شرف لي يقوت. انا غادي نموت، غادي نموت عباد الله. ولا ادريس احنا ناكلوا تمره والعديان ياكلوا جمره. كلكم غادي تاخذوا الحلوى كلكم. عبر سيدي عبر عبر 2 بقيات. واخا كلكم وقفوا. بلاتي هاكم. تبغى مدفونه تمشي بها وتقول ما نقدش نقيس بها الراي. وعرفتي شي السلعه ديال المعلم الخرشافي حاجه متقونه، الشغل ديال المعلمين الحقاق ان على رفيع لا كاغيط لا جلد حرامي، روش البلاغي، شباشب بلاغي، شرابل، مشاشي، روايح. الحمد لله سلعتنا لا موجود شي فيها ما يتعب. انحلف لك بمولاي ادريس اللي باك ويماك سماوك على اسمه. يا لو كان ما عرفتك راجل ذوقي ومعرفه قديمه.
ما نعشق لك الشهاده الغاب الكل اللي انا عشقتها لنفسي. اسمعني، قرطوبه وما كتعطبش الرجل او تخلي فيها الدمام الاوبرة، خفيفه ريش تطويها وتخبعها في الجيب، والله شاهد على ما اقول. انت عينك هي ميزانك. انا بغيت هادي. عندي راه في الكاري. مولاي احمد جلابه جديده. مولاي ادريس، الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة ودي السي الحسن. معلم ونص، ما عندي ما نسألك. الصحة مولاي ادريس. الله يعطيك الصحة. يا انت مولاي احمد، شي تحليقة؟ لا لا السي الحسن يحلق اللي عنده علاش يحلق، اما انا وقت ما الله يعاونك السي الحسن. الله يعاونك. سلامة. الله يعاونك. قد هنا، نزل هنا، لا تقيس شيء هنا، أرى الريحة، الصابون د الحجرة بلاش منه، إيوا الزعف، الشيكي ديال الدنيا كامل جمعوا بوحدو وخلى الناس بلاش. صاحبنا الحدب على ما فهمت، طاح على شي القرا قبلاتو بما له وما عليه. ايوا قول لي هكذاك، داك الشيء علاش تجد فيه نقشه. الله واش نطلق قلتي ولا شي قصديره من القزادر. ولا هذيك الكركوبه ديال السيرك اللي عاليه على الارض ب 50 سنتيم. 50 سنتيم هي عبر الحدبه، طاح الحق وصاب غطاه. عندك الحق صاب غطاه. عندك الزهر لقيتيني ناشط هاد النهار. ما قلت والو، طاح الحق. قلت طاح الحق. هاد المرة إلا باقي طيح الحك غادي نشرق لخويا هاد الحنك. هكذا. سمحوا لي، نسيت صوالحي. الله يهنيكم. مرحبا بهاد الناس. تو هادي مدة ما شفناكم. الليلة يجعل حبابنا ينساونا. ايوا الوليدات شبعانين الله فيهم ماكله. الوليدات ما كان غير السريط والمريض. يا ودي يا مولاي ادريس، شهية البطن مفتوحة وشهية العقل مغلوقة بزكروم. ايوا صحابنا هاد الملحون كان شي خبر عليهم؟ خيار الناس، أقدمهم محفوظ وجديدهم مازال ما وصل. وفين هذوك البريولات والقصايد اللي مولف كتسمعنا؟ كاين شي ولا؟ ما يخص خير. غادي نسمعكم ما جازت به القريحة ديال هاد الصواريخ. أوري العارفين لازم يدار به. يا ودي سير تمشي. اسمعوا نعم يا سيدي. حديث الريم انغام طوير صداح
راق المسامع ونزل في القلب برد وسلامة. ضحكات الريم شروق الصباح من فصل الربيع ورد الوجنات علامة. قدام ولاد الدار عندك يا صاح، تسمع هاد القصيدة وتحسن لك بلا ما. نرجعوا لشاهد البطانة السي عمر. ذوقينا هاد الصديق الحميم من شهوة الموج هذا النهار آتيه بما لذ وطاب. الله ودي مولاي حمد راه مسؤول راس عبقر ومعزته كبيرة ما تحتاجش توصي عليه. كثر خيرك السي عمر. بقى له غير هذا العام ويدوز 12 سنة ديال الدراسة ويتعين أستاذ القرويين. نفتخروا به حنا لأننا عرفناه وتفتخر به أنت لأنك طعمتيه. أسيدي شكرا جزيلا، أخجلتم تواضعنا والله. اما بالنسبه لهاد الناس الحاضرين انا عرض عليهم كاملين. يلا زلافه ديال الحريره المنطح. يلا اسمع السي عمر. سيدي وشوف هاد الطلبه مساكن هادو عماد المستقبل وقوة بلادنا الحية. جوج ديال الزليف للواحد، واه خبزة في النهار، ما هنا إعانة دي تنعاونوهم. يا انت مولاي ادريس. انا سي عمر هو شبعان بمحمل القلب، ما عنده فين يزيد. ياك غادي نكتب ليها رسالة. كان النهار في صولة شبابه، وكانت الشمس تبعث بأشعتها وهاجة ملتهبة تكاد تشوي الوجوه، وكان الجو على حرارته كثير الرطوبة والندى المتصاعد من البحر، وكأن النسيم الذي أكثر الشعراء من ادعاء أنه عليل قد طالت علته فقد نحبه، فلا تسمع له جرة ذيل ولا همسة أنين. ما الموجب للملاحظة هنا؟ الموجب للملاحظة والداعي للتنبه هنا هو أن علي الجاري يلجأ في وصفه لظهيرة شديدة الحر إلى استعمال ماذا؟ إلى استعمال الأساليب البلاغية من بيان وبديع ومعاني، يستخدمها استخداما قل نظيره، ويستعملها بنفس الإجادة والإتقان اللذين لمسناهما في نصوصه النثرية السابقة. اختيار موفق يا آنسة، أهنئك. قبل اختتام هذه الحصة أخبركن بخبر كلفت من طرف إدارة القرويين بإبلاغكن إياه، ومفاده أنه نظراً للإقبال المتزايد على تعليم البنات فقد تقرر نقل هذه المدرسة إلى عقبة الفيران، وذلك ابتداء من مطلع السنة الدراسية القادمة إن شاء الله. نسيتي والو.
السلام عليكم. المكتبة مسدودة، رجع من بعد الصلاة. الياقوت كنت عارفك غادي تجي متنكرة، ولكن ماشي بحال هذا الشكل. تصور الراجل اللي دزنا حدا كيسلم علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لما تنشوفك فرحانة الدنيا كتزيان في عينيا. وانا شفتك حتى عييت، عمرني ما شفتك هكا. حتى انا متنكر بحالك. مشياك ومعطر. اجي عفيريت سيدنا سليمان، احكي لي شنو عمل ملي تخرجتي عاودي. وقع له موقع اللي سبقوه. ما علينا، مرة أخرى نحكي لك. لا احكي لي دابا. شنو نقول لك الياقوت؟ بغيتك تشوفيه هو هربان والبغلة تابعة. أنا بقات فيا ديك البغلة أكثر منه. اوف يا مولاي ادريس وشحال باطوز. مشوه مشوه ياك عويش. يكون ضاربني الخلا، يكون ضاربني الخلا الا قبلت نتزوج به. كان فيه غير غرام ديال النباهه، كنت نقول ما كاين باس. هذه هي الياقوت اللي تنعرف. الجمال بالنسبة لها هو جمال الروح. ما علينا. عندك شي ما تقولي لي؟ تعيلي انت اللي عندك ما تقول لي. عندي، ولكن انت الاولى. شنو زعما تشجعوا نهضر؟ عويشه خليك ورا الباب الا كان جاي شي حد على اليمين. اصلا هادي شكون غادي يجي؟ عويشه وخلينا بوحديتنا. ايوا احكي لي. ما عرفتش منين غنبدا لك. من الاول. هذا واحد السيد حشومي كيبغيني وما قادرش يقولها لي، وانا من جهتي حتى انا كنبغي، ولكن هو ما في راسو ما يعاود. كاينه حتى هو مسكين من جهته. شنو اللي من جهته مولاي ادريس؟ شنو شفتيه تقابلته قول لي. الياقوت شنو قال لك؟ على من تتهضري؟ على عالي يا مولاي ادريس. علي؟ عالي اللي خدام مع با في الحانوت. الذكاء والحيويه والجمال. من نهار شفتو مولاي ادريس، من نهار جات عيني في عينيه وانا المهم. وانت احكي لي شنو سميتها؟ ياقوت شي حد ماشي. ولد عمي العزيز من بعد احكي لي، خليت لك الراحه. جنجن مريضو.
صار بخدعك وبقيتي مخدوعة. جمال الوجه زائل وجمال الروح خالد. جمال المادة يفنى بفنائها، وجمال الروح يبقى إلى يوم مثول الروح أمام خالقها. هذا التفكير بخصوص الجمال وهذا التفضيل للجمال الروحي على الجمال المادي نجدهما عند شاعرنا محمد بن زاكور صاحب ديوان الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض، مثلما نجدهما عند ابن زنباع الطنجي وعند مالك بن المرحل السبتي وابن الونان والمختار سوسي وغيرهم من أدبائنا وشعرائنا الأماجد رحمهم الله أجمعين. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. معنى التكليف في هذا السياق أن الله عز وجل إذا حب الإنسان بالمعرفة وأنعم عليه بنعمة العلم فإن في ذلك تكليفا كبيرا ومهمة ليست بالهينة، تتلخص في أن ذلك العلم أو العلوم كما جاء في المتن يجب أن تبلغ لعموم الناس وتلقن وتدرس وتنشر لتستفيد منها البلاد والعباد. تسرع عقيبته من دم الياقوت. انت المعشوقة في الكلمة الحلوة، انت اللي موالفة توزن الإنسان بعقله وبروحه. شنو غادي يكون موقفك لو تكتشفي أن حقيقة الشخص مخالفة للصورة اللي راسمة ليه في دماغك؟ وباش من خيبة يمكن تحسي؟ واش غشاوة غشاتك العينين أو سراب خدعك وبقيتي مخدوعة؟ شويفة شوفة تلقات عينيها بعينيه وخلاص غرقت في الحب. صبحات كتحلم به ملزم عليا انا نرديه البال وندافع عليه. صوب الدار. لا ما بيش سيرة مالهم هاد المضرباش بيهم حتى يتساسوا ويتعاودوا. ايوا نخليهم تا يوليو جراتل باش انتينا تكوني على خاطرك. عرفتي شي لالا كلتو عويشه هجه الهم الجفاف والتشياق اللي ماشي يجيها من بعد. النبي لالا واش تقادا والخياط جبتي هذا شغلو ثقيل. شهر هو خيطي بك يرضى الدريسه باش يعاود لهم الفراش. تعمل لا شريف كانت باش تقطع حوايجها
عويشه شنو تقلت الحياه؟ خليها تنشف حلقها، الكلام ديالها ما تنسمعوش بالكل. الا كلتم سيد الحاج، انت ما ماشي يجي جبتي لي الشغل اللي علاش وصاك؟ الجويتنا ديالي حتى الفطور كيولي لك بلا قياس. عويشه سيري تلقاي الياقوت راه علينا تخرج. الا جبتي الشغال راهم ليا، راه كلشي في راسي. الا كلتم هاد الليله تبداو الزغل بالحقه، تسناو حتى تصفى السما ويبانوا النجوم. اليوم تيقولوا باللي الزعفران غني بالفيتامين B2. أنا كنقول بأنه ذهب حمر. منتوجات أرض المغرب، ثراء طبيعتنا، مصدر فخرنا. لاح ثور في السماء يدعى الثريا ظاهر، واختفى تحت طباق الأرض ثور آخر. فإذا ما نظرت واعية العقل البصير، رأت بين كلا الثورين سربا من حمير. قائل هذا الكلام غفر الله له ولنا هو الشاعر الفارسي عمر الخيام، ويتجلى في رباعيته هذه مدى اهتمامه بعلم الفلك. والتاريخ يذكر لنا أنه بمجرد وصوله إلى أصفهان انصب تفكيره وجهده على وضع تقويم جديد. هذا التقويم شرع في العمل بمقتضاه فاتح فافردان سنة 58 و400، الموافق ل21 من شهر مارس سنة 79 و1000 حسب التقويم الأعجمي. بهذا التعديل صارت الشهور الفارسية مطابقة للأبراج الفلكية، وبذلك أصبح شهر فافردان شهر الحمل، وشهر إسفند شهر الحوت، وهكذا دواليك. ومنذ إذن صار أهل فارس يقولون يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا حسب تاريخ عمر الخيام. فضيلة الأستاذ، كل هذا هل كان بالإمكان تاريخئذ تحديده حسابيا؟ وما مدى دقة الحسابات إن كان الأمر كذلك؟ نقول بالمصطلح الرياضي إكمام وتكميم، ومعناه تحديد الكمية والمقدار. وفي هذا الباب ينبغي ألا ننسى أن عمر الخيام ترك لنا كتابا في الجبر خصصه لدراسة المعادلات التكعيبية. وفي هذا الكتاب استعمل الخيام كلمة شيء العربية، والتي تكتب بالحروف اللاتينية إكس أ إيكغيك. وقد استعملت هذه الكلمة في الكتب العلمية فترة طويلة ليكتفى في النهاية بالحرف الأول منها وهو إكس، وبذلك أصبح هذا الحرف رمزا كونيا للمجهول. أما فيما يخص دقة الإكمام فقد كان الخيام يرد عمن يسأله عن سر شغفه بعلم الفلك قائلا: أجد في الفلك منتهى الشعر وهمس الكون الغامض. كلمة غامض
هاته هي الجواب عن سؤالك، إذ بالرغم من كل شيء سوف تبقى هذه الأمور مثل ما كانت، غامضة مستعصية على فهم البشر إلى ما شاء الرحمن. شكرا لكم جميعا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله. الأحمر، أمضرة، كاين شي أخبار جديدة؟ لا أستاذ. وهذا الحماق اللي صابو عندك شي تفسير ليلو؟ العلم لله. صافي كون هاني. شكرا. الشيطان عزها شي شويه. معنا خبز جبتوا لنا اليوم. الكوات شو هذا؟ لا حول ولا قوة، الطلبة حتى حاجة ما تعجبهم. السلام عليكم. شفار ولا يحبس؟ هاد الساعة مازال. ولي إدريس، الحمد لله على لطف الله. ياك ودي لاباس، مدة هادي وحنا كنقلبوا عليك. ولي إدريس، هذا جرح ديال الصح نيت. ولي إدريس، يمكن لك ترجع للمكتبة. الحاج جعفر توسط لك عند الإدارة، المشاكل كلها تحلات. شفتوها مولاي أحمد، عاد شفتو بالمعقول. شكون هو؟ بالفعل شاب جميل، ويمكن أي مرة تمناه. كي تتعلم القرايه؟ حق جيبك ونقول لك. بسم الله. الله يقوي الخير. هاك زيد. انما غتمشي عند هذاك مول الحانوت راه اللي قبالنا، وغادي توريه هاد الباب غيو ديالك شنو كيعرف يعمل. واخا ما عندي مناش نخاف. لا لا ما عندك مناش تخاف، غير سير. ولا تنساش تقول له بلي راه حنا اللي صيفطناك. راه راجل الله يعمر هذا غادي يتهلا فيك بزاف عاد. لا لا كان هكا نمشي لعنده، علاش ما نمشيش؟ غير سير سير. راه ولدي الله يرضي عليك.
اش التنويره هادي؟ فاش خدامين عاوتاني؟ لا غير داك عباس كيتسنى شي دين. الاسبوع اللي فات كان صيفط لنا واحد المقصدر، قالنا هذاك راه مداح، شحال هو كيهرنط علينا ما تفكينا منه غير بالدراع. عباس راجل امي. كتب له اللي فوق، قول له شنو هذا، يقول لك الله غالب. وتخيل دابا غادي يبدا يشوف باب غيو كيقرا قدامه كيف غادي يكون فيه، لله العجب. اشنو ولدي؟ لا ولدي من بعد من بعد. يا عمي تبارك الله كيف بقات يدك؟ شويه لاباس الحمد لله. بغيت نتذكر معاك على ذاك الشاب علي. بغض النظر على كونه كيف قلتي مازال صغير ومندفع، الاقتراح اللي اقترح علينا كيبقى مقبول. لحد الساعة ما عندناش ما احسن منه. مطلوب منك تكلم مع عمك وتقنعو يخلينا نتصرفوا في الحالات ديالو. وإلا قبل كيف كان تمنى بغيتكم خصوصا انت مولاي ادريس تبداو تتعاملوا مع هذاك الشاب بشويه ديال الليون. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. سي الحاج، اسم اللي مفكر صيفط الحاج التامل الطلبه راني وصلته. الحاج جزاه الله خيرا. نعم الرجل، قول وفعل. كاين شي واحد ياخذ من عندي السلعه ويخبر الحاج التامل يسحبها نقصت منها ولا شي حاجه. انا نمشي معك. اسمح لي، هذا الحدب ما عندي فيه ثقه، كيف ولا يقدر يمشي يتسبب لي في شي مصيبه. بركه. اسمع لبيل، بغي نتكلم معك على الياقوت. ياقوت؟ تباني نتفاهموا. غير كون هنا يا سيدي الحاج، انا غادي نتكلم مع عمي في اقرب وقت. شفتيها؟ جاوبني، شفتيها ولا لا؟ شفتها وهضرنا عنك. ايوا شنو؟ الياقوت كتبغيك. شنو قلت لك؟ انت واحد الراجل كبير في عينيا. اسمح لي سمعتك شي هضره ما كتعجبش، راه ما كانش قصدي نقص من قيمتك ولا نقلل منك حاشا. انت واحد الانسان شجاع بالعلم والعقل اللي عطاك ربي. وهذه هضره جديده عليا. عندي الزهر اللي تعرفت عليك. ما علينا. الياقوت كتسلم منك رساله. رساله؟ وما انت شي ملزوم باش تكتب لي ديوان ديال الشعر. 4 أو 5 ديال الجمل غادي نوصلهم ليها ونبينا عليه السلام. قول لي، كتبغيها؟ كثر من نفسي، كثر من الدنيا وما فيها. إذا خلي قلبك يتكلم، واللي فتح قلبك تكتبها يدك. عندي فرصة الضحك وصافي. اسمع الهبيل، راه عندك الفرصة باش تكون أسعد إنسان على وجه الأرض وكتقول لي الضحك. سافي وكتب ليها. ما كنعرفش، ما كنعرف لا نقرا لا نكتب. كتضحك عليا؟ ماشي عليك كنضحك. كنضحك علينا بجوج. مولاي احمد عنده الحق، انا وياك كنتشابهوا. متعوس ولا منحوس كيف كيف وبحال بحال. بحال بحال؟ اش كنكسب انا من العقل ولا من اللي عطاك ربي؟ صبر 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 صبر. العقل والعلم غنسلفك منهم شي نصيب. كيفاش؟ إلا علمتك شي كلمات تبقى عاقل عليهم. معلوم. مزيان، لازم. هاد القضية غتعجب الياقوت. ثق بيا. أنا وياك يمكن لنا نوصلوا شي نتيجة معاه. ما أنا تخمام هذا. ولا فقت بينا؟ ولا عليك.
تجي عندي هنا غادي نعلمك تقرا وتكتب. رسالة عاش هدرتي موجوده. واجده من الضياء. كيفاش؟ لما مكتوبة ويمتى؟ لا رسالة بحال هادي ما يمكنش نصيفطها لياقوت. ولا عليك، كون هاني، انا غادي نعرف كيفاش نقادها. شكون قال 20 فرنك؟ عينك ليلة 20 فرنك 20 فرنك شكون قال؟ عينك ليلة الأصل من بحر لهند 20 فرنك 20 فرنك شكون قال؟ الغنى ما كاينش بحالو 20 فرنك هاني 20 فرنك. واش هذا وانت ولا ذكر؟ ذكرنا عماس 20 فرنك 20 فرنك شكون قال؟ إسحاق سيدي الحاج 20 فرنك. اش اخبارك واش اخبار الديمانين بتاعك؟ فين خبرتي؟ خليتينا الرياض بحال الزريبه وزدتي فيه طويل. لا كلتهم على نتحمق باش نلقاك. تجمع لي البيشاح من كل جهه سيدي الحاج. والنشيبه ديالي ماشي تقتلني، المريضه ما تشوفهاش، فيها المرض ديال المفاصل. جيت من الملاح جايب ليها باش الدواء، ها هو الزيت ديال جريعه الكتاب. إلا نزلت في القفص الكناري اللي معاه يغني بلا هواه. شكون قال عصفورة انتوا؟ شكون قال سيدي الحاج اش جابك لباب الكيشه؟ والله غير داك عصفور اللي عندي تزيزن هاد ليا ما بقاش يعرف يغني. ايوا قلت نشوف لي شي عصفوره لعله وعسى يتسرح لي اللسان. سيدي الحاج ندير لك محسن وتسمع الغنى ديال الشح ياك؟ ايه قول لي الياقوت مازال تبع داك الشيء انا اللي مشايب ليها. زاد داك الشيء اللي عطيتيها راه كتصاوبوا بالحر ما زايد ما نقص. على بونور كون مهني يا سيدي الحاج. وقول حتى انا كنت قلت غدا غادي ندوزو نشرب ليها الجحل. ان شاء الله بجاه ربي ان شاء الله. وعلى راس الصوم أبارك الله على فاطمة الزهراء أبارك الله الشرطة تحيد لي القس عويشة شنو؟ خليني انا شويه ندير بركه ديال اسحاق. سيرني 6 ايام هذه وانا كنشم في الدخان انا بغيت تخسري لي كلشي. خليك بالخلع شويني فيك كنضحك معاك. قال لك انتو الحبيبه ديالي درتي شي طليله على الياقوت؟ ايوا خلاص يا الحاج عويشه راه هي معاها. كتعرفني انا كيخنقني الدخان. واخا واجي اجي جلسي حدايا اجي. الحاج بغيت نسقسيك، الله يسمعنا خير. من نهار اللي تزوجنا اليوم عمرك ما حسيتي شي مره بندامه؟ اعوذ بالله، علاش غادي نحس بالندم على زواجنا؟ انا ما نلومكش يا الحاج الا شي مره فكرتي في الولاد. اكثر من هذا الشيء انا نخطب لك ونزوجك. واش غادي نقول لك؟ والله كثر من مثالك، بحالك يكونوا بنات الناس والا فلا. ولا ليله كان هكذا خسر لقى شي 6 ولا 7 ديال النساء من العرام. ولكن المليح الله يجازيك بخير. الحاج انا كنتكلم معاك بالجد وانت الجد هو النساء ديال الدنيا كلها ما يسواوش الضفر ديالك. كلتومتي ما نبيعهاش مال قارون وبان لجدو يماه وتوريني ديك الخاله ديال الزين. رانا توحشتها شحال هادي ما شفتها. ويلي الحاج ما بقى فيك حياه فقا شي كتحشم الله يستر. اسمع وليدي يا مولاي ادريس، ماناشي حتى كملت 70 عام عاد غادي نبدا ندخل في الشبوقات. لا وعمي لا غير 63. لا 70 نيت. الفرق بيني وبين الوالد ديالك الله يرحمه 7 سنين. ايوا حسبها انت تلقاها 70 عام بالتمام والكمال. ولكن الوالد عندي الله يرحمه كان تيقول كلام اخر. لا يطيح حاله فودن. الوالد ديالك الله يرحمه كنت انا ملي كنقول الشا كيقول هو الرا. المهم الحانوت لا، الحانوت خليه عليك في افتقار، ما تخبي عندي لا سلاح ولا ويل كحل. انا غير واحد راجل بياع وشراي وولد باب الله.
المهم محلك وانت حر فيه. لكن عمي القضية قضيتنا جميع. ما كنظنش واش كاين شي حد فينا يشوف بلادو محتلة ويبقى مربع يديه. خليك تفكر شوية. هانا ايوا على السلامة، عطفت عليك الشمعة. ايوا قول انا دوزها بقطيرة العسل. صباح الخير عليكم البنات. صباح الخير. افيريتا. ايوا اسمعني، الولاد واش من الولاد؟ بسلامتك الحاجة، القصارى والنشاط حتى الفجر، هذا في الليل. اما في النهار النزاهة والقشاشب والضحوكات حتى تقولي بركة. الله يثبت عليا عقلي. نعاود لك شي واحدة من النكات اللي سمعت. قال لك هذا واحد لا تحكي لي ما نحكي لك، راك كنعرف ديك العينة ديال النكات اللي كيعجبوك. ايوا ها تشغلت مراكش متول ومقعد. المعلم بوبكر يديه متقونة، ما عندي شي ما نقول. فردوس عيطي لي الياقوت تجي تقيس، وشوفي لي هذاك المخلي ديال اسحاق لا يكون مخصوص بشي حاجه الله يرضي عليك. ايوا مهال يا في اسحاق، هادشي علاش الحاج حنين كراس هاد الايامات. عاوتاني رجعتي يا وجه النعس، لسانك مضاد نسي العياذ بالله، وضعتيني اتساع بعد مني. نعاود لكم بعد البنات شي وحده من النكات اللي بارك سمعت. الكلام. سلتك لله يا حمامة فوق السور، جنحك مكسور راك زدتي ما بيا، وانتي تبكي على جنحك، وانتي تبكي على جنحك. بقي فيكم الناس. قالوا لي دوايا عندك نصيبو، هي كداوي اللي فرق حبيبو. شنو دواك يا العطار، العار يا العطار، العار يا العطار، عطيني شي بخور باش نبرد جماري. اللي كل ملونه مع عينك وحلمت خير وسلام باللي انا وياك في رياض بحال هذا عايشين فيه وحنا ما زايد علينا حد. كنتي كتغني ليا هاد الغنيه اللي كتغني دابا. تغني حشومه. قولي بلي انت كتعجبني كيف كنبغيك، قولها لي. وبعدين قولي بلي جيتي على قبالي، انا ليك وانت ليا ياك اسحاق. غادي نعيشوا بجوج وما نتفرقوش بعضياتنا ولو ساعه. وعدني يا اسحاق ولو ساعه. لالا كلثوم وشكور لالا كلثوم، هاد المصيبه المشبوغه ماشيه تقتلني. وشكور لالا كلثوم وشكور. الشكبيه ماشيه تقتلني. ويلي حشومه، ويلي حشومه. لا كلتو غيتو قبل تاكلوا. الماء ارسطلت الماء نحلوا فاسمونه. تعويشه زهق لي العكل. الحاج لا ما دير شي حاجه. بعد مني اعطيني اتساع. الحاج لا ما دير. المصيبه هذه بعد مني ما كراسني بحال القراده. المصيبه في اش هاد المصيبه هذه؟ زهق لي العقل. اعوذ بالله الا ما عمل شي حاجه الحاج. اعوذ بالله من غضب الله. شنو هذا؟ عويجه ويلي ايوا صبر عليا نطيح حتى انا. هوب بابا تحليه المشجر شحيح، تحليه المشجر شحيح. قفلنا عليها بالزكرة. لو كان شفتيها عفريتة هايجة. قلت شوفها واش دخلنا. عرفتي دير لخيتي شويه ويسكت العقل. عاودت لي هي تتحكي وانا حافظ الضحكه. عويشة عجيبة. هذه واحده اخرى. علي راه ما تضيعش الوقت. واش من الاسلوب هذا؟ واش من الاحساس؟ الصدق والحب في كل كلمه.
لو كانت تقرا الرسائل اللي كيبعث لي وحده تمسك في الاخرى هذا الحد وكثر. بكل ما تقلال كيقدر يقول لي بزاف د الاشياء. ما كاينش شويه المبالغه في هذا الشيء اللي كتقولي؟ مبالغه؟ ياك ما انت من دوك الناس اللي تيقولوا الزين والعقل ما كيتجمعوش. اسمع، قلبي لك نبع ينضب، كلما غرفت منه يزداد فيضا. واحدة أخرى، لو كانت القبولات تبعث كتابة لكنت تقرأين رسائلي بشفتيك عوض عينيك. حافظة بعد ما تسال. كلهم 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 حافظهم كلهم. عبقري مولاي إدريس، عبقري. عبقري كاع؟ خلاص طيرتيها لي مولاي إدريس، ياك ما هذه غيرة. غيرة؟ معلوم، غير الكتاب من بعضهم ما تقبلتيش فكرة أنه كيكتب أحسن منك. أنا دايزي، كاينة شي رسالة نوصلها لي؟ لا لا؟ ماشي نشوفه. شوفي باش يجي لهنا وفي أقرب وقت. يجي هنا وانت اللي ماشي تجيبه. تفشخ نفشخو الملاجمو تفشخ نفشخو الملاجمو تفشخ. هكلا لا هكلا لا شيتها فوق. هكلا لا هكلا لا شيتها فوق شيتها فوق. خاطر رجع قبل لا يفوت علينا الحال. عصفور الليل يا بان بوجهك لا تشفي فيا العباد. عاش المغرب عاش الملك. الرجل مشات في الكيرة تاعتهم وشوف ميرسي باش ميرساونا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا تعمل داكشي اللي تنقول لك تبارك الله، يا نخليك تعوم بحرك. معليش انا ما بغيو نبقى نهضر بهضرتك. هاد اللعب طلع لي في الراس، حتى انت نبقى خايف نتكلم معاه ولي ليها ليها. شغلك هذا معلوم. اشنو غادي يمنعني؟ كتبغيني علاش ما نتفاهمش معاها؟ مالي ناقص عقل ولا الناس عندهم لسان ولا ما كنكسبوش؟ دابا تشوف شي دوك الدروس اللي علمتيني كافيين، نبقى نحتاج لغيرهم. قلت لك الراحه. قال لي مولاي إدريس بغيتي تشوفني. لا قال لي انت اللي باغا تشوفيني. ماشي مهم انا نشوفك ولا انت تشوفني، ماشي مهم. المهم اننا مع بعضياتنا اولا. خلاه كيتمشى بلا قياس وسم الحار حتى هو، ولكن الزبده قليله بالحق كتمشى. تبارك الله الحركه ماشيه مزيان في الحالة عند الوالد ديالك. عرفتي واحد الحاجه ما باغاش يتفهم ليا، باب غيو كيعرف يقرا ويكتب. كيكتب اه باغيو.
نزيدك جغيمه ديال الناحيه باش يتسرح لك اللسان بحال كيف قال اسحاق. مسكناش ولا صافي بلا فضيح مع الواحد. السلام عليكم. وعليكم. وصافي شويه. كنا كتاكلوا اكثر من اللازم. السلام عليكم. سكتنا شويه، مصيبه هذه معاك انت. تبارك الله عليك مع مازال كده كب شي كويس داتي كب بسم الله. السلام عليكم. فنجان؟ لا لا لا. سامي عمس هاي جاتني تنقل وفن بوجات اليوم معنا الاخوان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اصفرني تقعد ما تحشمنيش وريهم شنو كتعرف تعمل. غير الضوء الشعاع عاود غطاه راه واقيلا موالف كيغني غير في السهرات. زمان مشى صورني براتو ديال الحصاد احسن من بابك. عجبك الحال هكذاك؟ عجبك الحال تشفي فيا العديان؟ عمس الله يخليك. الحاج معطي صافتني عندك وقال لك الله يخليك زيد تسمع واحد شويه. الحاج معطي شكون الحاج معطي؟ تفضل معنا. خدم سيدي خدم. يقعد انا حالي. حماقيتي سير في حالك. كنبغيك اكثر من الدنيا وما فيها. لا 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 ما بقيتيش كتبغيني. هذه تهمه. هذه تهمه. هذه تهمه. الموت عندي اهون منها. كيفاش ما تنبغيكش وانا حياتي بلا بيك ما عندها معنى؟ كيفاش ما تنبغيكش وانا حياتي ما عندها معنى؟ وانا حياتي ما عندها معنى. الحب اللي جمعنا عاد مولود جديد. يلا حل عيني في الدنيا وانت على شويش وتخنقوا. حبنا مولود جديد. حبنا مولود جديد ولكن قوي. ولكن قوي. وغادي يزيد. وغادي يزيد يكبر ويتعمق. وغادي تيزيد يكبر ويتعمق. ويتحمق. ويتعمق. انت بغير ولا مالك؟ ويتعمق. علي علي مالك متردد شنو بيك؟ علي غنبدا تشك فيك. خليني انا غنحيد. خليني. الانفعال هو اللي خلاني نتردد. الشيء اللي بغيت نقول لك عليه يا قوت اكثر من الكلام.
قرب كثر، ما كنسمعكش مزيان. خلينا غير هكذا حسن. انت عارفه لي ياقوت، من نهار بغيتك وانا كلامي محبوس في حلقي. كيفاش محبوس في حلقك؟ لحقاش هذه المده كامله الوسيله الوحيده اللي كانت عندي هي ايش؟ هي التصنع والعصبيه في الكلام والتصرف. قدامك الياقوت ما كنعرف لا ما نقدم ولا ما نوخر، ولكن هكذا حاس براسي قادر نقول داكشي اللي في قلبي. لا صوتك مبدل. معلوم ما يتبدل، لحقاش هذه اول مره قدرت نكون انا هو انا هو انت. لا انا وانت انت. ياقوت 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 ياقوت. ياك لاباس الحال؟ صافي صوب لينا الله، جاب الله تيسير. فين بنتي؟ فين هي؟ ربحتي ولا اشنو؟ قبطي فكيني من هاد عصفور النبق، راه ما بقى يعرف ما يدير. كيفاش بغيتي يغني يا عمي هو الظلام؟ والله لا. اللي كاينه لالا هو راه غادي يجيو يزورونا شي ناس. يا خوت اطلقوا يديكم نتوما شويه. واش ناويين دوزوا عندي العام هنا ولا؟ يا خوت نعم بابا، شنو كاين؟ عصفورني ربح المباراة؟ لا بنيتي، شي ناس غادي يدويو فيك وماشي من ولا. ياك مشات كانت خبيره فرحات. يلا اطلقونا نتوما خلاص الله يرضي عليكم، سيبونا شويه. مولاي إدريس رد بالك، الراجل ماشي سهل، قوي ويده طويله، وإلا مشى حتى تعرف عليك محال يفكك منه فكاك. صورة مولاي أحمد، في ساعة الخطر تنحس بالخوف وأعصابي كتكون متوترة، وفي نفس الوقت كنكون مسجع ومستعد للمواجهة. ولما كيفوتني هذا الإحساس تنشعر براحة ما بعدها راحة. على من تقرا زبور كداود، انا كنصحو يرد بالو وهو كيدخل ليا شعبان في رمضان. ارجعوا في حالكم، واللي زاد بكم خطوه يتهرسوا ليه الجيه. هاد الصلابه الزايده على الحد عمرنا ما شفت حاجه. اصبر انا غادي نعلمك شويه ما هو ماشي ما هو ماشي اطلق منه اطلق منه، خليه عليك خليه عليك.
أنا من إدريس تصرفت بالعقل بحال شي درية صغيرة، كنت أنانية، محساش بالخطر اللي تعرض لحياتك. سامحني. الشي اللي درت إلا تحت لي الفرصة غندير بحالو، ندير بحالو وأنا مرتاح. علاش يا مولاي إدريس؟ علاش تبعتيني؟ علاش خليتيني ندير فيك ما بغيت؟ علاش؟ كتبغيني علي شاب شجاع، فكر في الشي اللي فكرت فيه. والرسائل حتى الرسائل انت اللي علاش يا مولاي إدريس؟ جاوبني علاش؟ واش يمكن لنا نبغيو شي انسان بلا ما يكون عارف؟ جاوبني. مولاي إدريس الندم مثل الحب، ذاك مرض وهذا آخر، والزمان وحده كفيل بالشفاء من كليهما. بعد 3 سنوات استطعت التخلص مما مر بي، وأقنعت نفسي بالزواج. اقترنت برجل طيب المعشر كما يقال، وجدت فيه الزوج الحنون والأب المثالي لولدنا مولاي إدريس. عرفنا زمنا كنا فيه مثل الريشة في مهب الريح، الحادث تلو الحادث، والحسرة عقب الحسرة، ونحن لا حول لنا ولا قوة. بعد زواجي ب9 شهور توفيت زوجة أبي التي كانت تعاني من مرض لازمها منذ سنوات. وفاتها رحمها الله كانت صدمة بالنسبة لأبي، لكن انخراطه في العمل الوطني وتحمسه لقضية بلدنا جعله ينسى آلامه الشخصية ويتفرغ لجلب الخليع وتسويقه بشكل غريب. هكذا أخذ يسترجع تدريجيا رغبته في الحياة، ليشفى بصفة نهائية بعد سماعه لنصائح أصدقائه واقتناعه بضرورة الزواج مجددا. أما بالنسبة لعويشة فقد تزوجت فارس أحلامها الخياط الذي لم يبخل عليها بحبه مثلما لم تبخل عليه هي بالأبناء، فقد أنجبت له 3 أولاد. خلي الزواج وريجي منه، ما لنا على هاد بركوكس المحكوك، اش داين شي جواز. هذه هي قصتي. قد تقولون أنني جملتها بعض الشيء،
أجيب: الحياة مثل نهار في صولة شبابه، شمسه وهاجة ملتهبة تكاد تشوي الوجوه. ما ضرنا إذا لو أننا جملنا الأمور بعض الشيء وسعينا إلى إيجاد ركن مظلل يقينا من شدة الحر. أما بالنسبة لعلي، صبار، لا نكتب لي واحد البيت شعري. لو كان لي جناح الطير ألبسه فسبقت قافلة الحجاج للحرم. ياه